لو عايز تعرف شروط الوظيفة كلها وازاي طرق التقديم، هتلاقوا لينك الموقع الخاص بالتقديم في صندوق الوصف أسفل الفيديو علشان تقدر تعرف كل التفاصيل بسرعة. ولو عايز نشرح لك كل شيء، استنى معانا في الفيديو، هنعرفك كل شيء على الوظائف الحكومية الأيام ديت. ولأنهم كمان طالبين 9000 معلم مساعد بشروط بسيطة جدا وسهلة وممكن أي حد يقدم فيها. الدراسة قربت وتم فتح باب التعيينات ل9000 مدرس مساعد. فرصة ممتازة جدا، فرصة حكومية، وظائف حكومية للجميع. هنتعرف على كل التفاصيل، تفاصيل الوظائف في 2025، وإيه هي التخصصات المطلوبة وشروط وخطوات التقديم اللي هي بتكون سهلة جدا، والتقديم مفتوح لكل الشباب سواء بنات أو شباب. وظائف حكومية في مصر وبشرى سارة للخريجين سواء كانوا معلمين، وبتشهد محركات البحث وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة اهتمام كبير بالوظائف اللي بيقدمها الأزهر الشريف، وده بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن في مسابقة جديدة هيتعين فيها 9000 معلم مساعد خلال السنة دي. وكمان الخطوة دي ضمن الخطة اللي بيعملها الأزهر علشان يسد العجز الكبير في الكوادر التعليمية، وكمان ضمان استقرار جهود العملية التعليمية، وده لجميع المراحل الدراسية بالمحافظات المختلفة. شروط التقديم على الوظائف الحكومية اللي تبع الأزهر: أول حاجة إن يكون المتقدم مصري الجنسية، وكمان يكون عنده حسن السمعة والسلوك، وده أهم شرط، وكمان ما يكونش صدر ضده أي حكم في جناية أو أي جنحة مخالف بالشرف أو الأمانة. وطبعا لأن عارفين الأزهر بيتميز بالأخلاق. ما يكونش كمان اتفصل قبل كده من خدمة بحكم أو قرار تأديبي إلا إذا أمر، وده لو مر على القرار 4 سنوات على الأقل. الشرط اللي معانا برضو أن يكون حاصل على مؤهل دراسي مناسب، ويكون من كلية جامعة الأزهر أو من أي جامعات أخرى مع دبلوم تربوي. أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول في أعلى، وكمان ما يتجاوزش سن 40 سنة وقت صدور الإعلان. يتم التقديم فقط في المحافظة المثبت ببطاقة الرقم القومي فيها، وبتعتبر كمان هذه الشروط أساسية لضمان جودة المتقدمين، وكمان التأكد من الكفاءة للالتحاق في وظائف الأزهر 2025 في جميع التخصصات. المستندات اللي طلبها الأزهر عشان تقدر تتوظف: أول حاجة صورة شخصية لازم تكون حديثة، بطاقة رقم قومي تكون سارية المفعول وش وظهر، المؤهل الدراسي الأساسي والدبلوم التربوي لمن حصل على مؤهل غير أزهري، المؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، بطاقة الخدمات المتكاملة وده لذوي الإعاقة إن وجدت. بيسدد إيصال رسوم قدره 28 جنيه باسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بيتم دفعها في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة، وبعدها بتجهز كل المستندات مسبقا. بيسهل عملية التقديم والقبول في أي وظائف الأزهر السنة دي. نوع الوظيفة في الأزهر الشريف: بتركز وظائف الأزهر على العديد من التخصصات، أهمها معلم مساعد قرآن كريم لكافة المراحل التعليمية، ومعلم مساعد شريعة في جميع المحافظات. وكمان بتهدف التخصصات إلى تعزيز جودة التعليم الديني والأزهري، وبتلبي الاحتياجات التعليمية للطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية. بالنسبة بقى لخطوات التقديم على وظائف الأزهر وإزاي تقدر تقدم، هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو اللي تقدروا تقدموا من خلاله، وفيه كل الموضوع وكل تفاصيله. بتتم جميع خطوات التقديم في وظائف الأزهر، وده بيكون عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة اللي هتكون من 14 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر، وبتشمل خطوات التقديم وهي: أول حاجة الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية الخاصة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. اتنين، بتملى بيانات المتقدم بدقة لضمان صحة التسجيل مع وظائف الأزهر 2025. بترفق بعدها جميع المستندات المطلوبة كاملة. بعد القبول المبدئي بيخضع المتقدم لاختبار إلكتروني لتقييم مهاراته، وكمان علشان الكشف الطبي وتحليل المخدرات. بيشترط كمان إحضار أصل المؤهل الدراسي يوم الاختبارات الإلكترونية لإتمام إجراءات التقييم. الخطوة دي بتضمن الانتقال الأمثل للمتقدمين مع مراعاة أعلى معايير الجودة في اختيار المعلمين للالتحاق بوظائف الأزهر 2025. رابط التقديم هتلاقوه في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وكمان لو عايزين أي معلومات هتلاقوها تحت. لو عندك أي تعليق اكتبه لنا أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك علشان ننزلكوا الوظائف الجديدة أول بأول. لو عايز تعرف شروط الوظيفة كلها وازاي طرق التقديم، هتلاقوا لينك الموقع الخاص بالتقديم في صندوق الوصف أسفل الفيديو علشان تقدر تعرف كل التفاصيل بسرعة. ولو عايز نشرح لك كل شيء، استنى معانا في الفيديو، هنعرفك كل شيء على الوظائف الحكومية الأيام ديت. ولأنهم كمان طالبين 9000 معلم مساعد بشروط بسيطة جدا وسهلة وممكن أي حد يقدم فيها. الدراسة قربت
وتم فتح باب التعيينات ل9000 مدرس مساعد. فرصة ممتازة جدا، فرصة حكومية، وظائف حكومية للجميع. هنتعرف على كل التفاصيل، تفاصيل الوظائف في 2025، وإيه هي التخصصات المطلوبة، وشروط وخطوات التقديم اللي هي بتكون سهلة جدا، والتقديم مفتوح لكل الشباب سواء بنات أو شباب. وظائف حكومية في مصر وبشرى سارة للخريجين سواء كانوا معلمين، وبتشهد محركات البحث وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة اهتمام كبير بالوظائف اللي بيقدمها الأزهر الشريف، وده بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن في مسابقة جديدة هيتعين فيها 9000 معلم مساعد خلال السنة دي. وكمان الخطوة دي ضمن الخطة اللي بيعملها الأزهر علشان يسد العجز الكبير في الكوادر التعليمية، وكمان ضمان استقرار جهود العملية التعليمية، وده لجميع المراحل الدراسية بالمحافظات المختلفة. شروط التقديم على الوظائف الحكومية اللي تبع الأزهر: أول حاجة إن يكون المتقدم مصري الجنسية، وكمان يكون عنده حسن السمعة والسلوك، وده أهم شرط، وكمان ما يكونش صدر ضده أي حكم في جناية أو أي جنحة مخالف بالشرف أو الأمانة. وطبعا لأن عارفين الأزهر بيتميز بالأخلاق. ما يكونش كمان اتفصل قبل كده من خدمة بحكم أو قرار تأديبي إلا إذا أمر، وده لو مر على القرار 4 سنوات على الأقل. الشرط اللي معانا برضو أن يكون حاصل على مؤهل دراسي مناسب، ويكون من كلية جامعة الأزهر أو من أي جامعات أخرى مع دبلوم تربوي. أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول في أعلى، وكمان ما يتجاوزش سن 40 سنة وقت صدور الإعلان. يتم التقديم فقط في المحافظة المثبت ببطاقة الرقم القومي فيها، وبتعتبر كمان هذه الشروط أساسية لضمان جودة المتقدمين، وكمان التأكد من الكفاءة للالتحاق في وظائف الأزهر 2025 في جميع التخصصات. المستندات اللي طالبها الأزهر عشان تقدر تتوظف: أول حاجة صورة شخصية لازم تكون حديثة، بطاقة رقم قومي تكون سارية المفعول وش وظهر، المؤهل الدراسي الأساسي والدبلوم التربوي لمن حصل على مؤهل غير أزهري، المؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، بطاقة الخدمات المتكاملة وده لذوي الإعاقة إن وجدت. بيسدد إيصال رسوم قدره 28 جنيه باسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بيتم دفعها في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة، وبعدها بتجهز كل المستندات مسبقا بيسهل عملية التقديم والقبول في أي وظائف الأزهر السنة دي. نوع الوظيفة في الأزهر الشريف: بتركز وظائف الأزهر على العديد من التخصصات، أهمها معلم مساعد قرآن كريم لكافة المراحل التعليمية، ومعلم مساعد شريعة في جميع المحافظات، وكمان بتهدف التخصصات إلى تعزيز جودة التعليم الديني والأزهري، وبتلبي الاحتياجات التعليمية للطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية. بالنسبة بقى لخطوات التقديم على وظائف الأزهر وإزاي تقدر تقدم، هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو اللي تقدروا تقدموا من خلاله، وفي كل الموضوع وكل تفاصيله. بتتم جميع خطوات التقديم في وظائف الأزهر، وده بيكون عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة اللي هتكون من 14 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر، وبتشمل